السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكون احوالكم دائما جيده ان شاء الله. اليوم كنقترح لكم هذا الطون هذا ديال السقي مريض اللي كيجي ساهل وكيجي بنين بزاف، ونحضروه في بيوتنا. كيجي ساهل وكيجي كيطلع لنا رخيص بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنجح معكم ان شاء الله. وعلى بركه الله، انا هنايا استعملت هذا الاسقمري او الكابيلا كما كنقولوا ليها، يعني كبير. انا استعملت كيلو ديال الكابيلا اللي جديده بطبيعه الحال. صافي كناخذوها مغسوله مزيان، غادي نقطع عليها داك الراس ونحيد ليها داك، يعني نخويها من الداخل، نحيد داك المصار وداك الشيء، نقيها مزيان. يعني راه الطريقه سهله بزاف، كيطلع لينا واحد الطون اللي كيجي بنين بزاف، بحال اللي كنشريو ولا حسن كاع بزاف، وكيطلع لينا رخيص. كتعطينا واحد الكميه اللي هي كبيره. انا هنايا خديته ب15 درهم يعني، وعطاني واحد الكميه كثيره بزاف. نتوما الا بغيتو تستعملوا نصف الكميه ممكن. الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش انكم تدعموني بلي لايك والتعاليق وتبارطاجيو القناه ديالي مع جميع الاصدقاء والاقارب باش تكون الفائده. واللي ما مشتركش او ما مشتركاش اضغط على زر الاشتراك وخاصيه الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. صافي من بعد ما نقيتهم كاملين وغسلتهم وعجاو على الطريقه، على هذا الشكل هذا نقي بزاف، وخليته حتى تقطر شويه من الماء. هذه اذا كانوا يعني الحوتات ديالنا كبارين كنقطعوهم. انا هنا قطعت الكبيبرين شويه، كنقطعهم على 3 بحال هذا الشكل هذا. صافي والصغيورين انا هنا دوك اللي صغار شويه قطعتهم غير على 2، يعني بهذا الشكل. نتوما الا بغيتو تخليوهم صحاحين، انا فضلت انا نقطعهم بحال هكا باش يسهلوا عليا في الهزان من بعد. صافي هنايا غادي ناخذ الكوكوت وغادي ندير فيها، درت هنايا واحد نص حامضه لتحت في الماء باش ما تكحالش ليا الكوكوت. صافي ودرت يعني ديك الكسكاس ديال الكوكوت وحطيته من الفوق، وحطيت ديك الحوت ديالي او الكابيلا حطيتها من الفوق بحال هكا باش طيب في البخار، يعني طيب لي هاد الحوت هذا غير في البخار. صافي من بعد ما حطيت الحوتات كاملين غادي نغطي عليهم، غادي نديرهم يعني نسد عليهم واحد تقريبا واحد 10 حتى 20 دقيقه. يعني راه دغيا ما يعني ما يتعطلوش بزاف. صافي نخليهم من بعد ما طابوا ليا بحال هكا، دوزوا ليا واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، حيدتهم يعني كيجيو على هذا الشكل. صافي غادي ناخذهم ونحيدهم في شي اناء، في شي غسيل ولا شي حاجه. يعني هذا الطون هذا راه ساهل واقتصادي كما قلت لكم، وكيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره. كنستعملوه في البيتزا، في لي ساندويتش، يعني كنستعملوه في العديد من الوصفات، وكيجينا اقتصادي بزاف بزاف. صافي من بعد ما حيت داك الاسقمري كامل من الكسكاس ديال الكوكوت، كنقيه كنحيد ليه غير هاد الجليده هذه الفوقانيه. هي بالسكين هكا راه ساهله الطريقه، يعني راه دغيا كيتحيد كيتنقى. صافي من بعد كنحيد ليه بحال هكا، كنحيد ليه داك العظم، ودوك العظم اللي كيكونوا في الجناب حتى هما كنحيدهم، دوك الكبار. يعني راه كيتنقى لينا بكل سهوله. لا نحاولوا اننا نحيدوا كاع دوك العظيمات اللي كاينين. كما كتشوفوا معايا كي كتحيد ديك الجليده، حيت كيكون شويه باقي فازق، راه دغيا كطير ديك الجليده الكحله. هي بالاستعانه بالسكين كما كتشوفوا معايا كتلاحظوا. كنقيو ديك الطريفات ديال الحوت
بهذا الشكل. وغادي نستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل جميع الطريفات ديال الحوت اللي عندي، كنقيهم كاملين. من بعد ما كملت كاع داك الطريفات ديال الحوت كيجيو على هذا الشكل هذا نقيين، وكيجيو يعني كيجي الحوت ديالهم يعني بيض وزوين بزاف. يعني كناخذوا الكوكوط، نفس الكوكوط كنغسلوها وكنرجعوا فيها ديك الطريفات ديال الحوت ديالنا اللي نقينا من الشوك، وديك الجليده ديالها ديال الحوت. صافي خديت هنا واحد نصف كاس ديال الماء، زدتو على ديك واحد الكاس ديال زيت النباتي. نتوما الا بغيتو تستعملوا زيت العود ماشي مشكل. وهنايا استعملت بعض الاوراق الغار، اوراق الغار، واحد الحبيبات يعني ديال القزبر حبوب. واستعملت الملحه هنايا راه ما تحتفت لي ديك اللقيطه فين درت الملحه. صافي وغادي نسد عليها الكوكوط وندير لها الصفاره، وغادي نحطها فوق النار اللي كتكون مهيله بزاف، يعني كتكون غير شميعه. صافي ونحطوها باش ما تشربليش داك الماء دغيا دغيا، وكنحطوها وكنخليوها تصفر يعني واحد ساعه الا تقريبا بحال هكاك حتى لساعه، حتى كتشرب لينا داك. نهزوها بحال هكا كنحركوها كنحسوا بداك الماء راه ما بقاش، يعني راه شربت داك الماء، كتبقى غير الزيت. وكيجي على هذا الشكل هذا، يعني راه بقى غير الزيت هنايا، ما بقاتش كاع داك الماء راه شرب يعني تبخر ما بقاش. صافي كناخذ الطريفات ديال الحوت كنحطهم في واحد البواطه زجاجيه بطبيعه الحال، وكناخذ داك الزيت، نفس الزيت اللي طاب فيه داك، كنصفيوه من داك الحبيبات ديال القزبر واوراق الغار او ريقه ديال سيدنا موسى. كنغطيو بها كاع ديك الطريفات ديال الحوت بحال بهذا الشكل هذا، باش ما كتجيناش ديك الحبيبات ديال القزبر يعني كثارين تما في الحوت. كنصفيو بحال هكا وكيجينا على هذا الشكل هذا، كيجي زوين بزاف. وانتم هنا الا جاكم الزيت قليل غادي تزيدوه، انا بارك عليه غادي نحطوه في الثلاجه بحال هكا، وغادي نستعملوه وقت ما نبغيو نستعملوه كنصفيوه من الزيت بطبيعه الحال، وكنقدموه بحال هكا كيجي زوين بزاف. وكنصايبوا به لي ساندويتش، بيتزا، شلاضه، يعني اللي بغيتي، وعديد الاستعمالات، وكيجي بحال اللي كنشريو. وهنايا انا زدت واحد الوريقه ديال الغار باش تطلق، كل ما بقات فيها يعني كتزيد تطلق. صافي كنحطها في الثلاجه بحال هكا، يعني وقت ما بغينا راه كنجبدوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاسقمري ديالنا او كابيلا كما كنقولوا ليها. تجي على هذا الشكل هذا، كتجي فنه بزاف. كيجي داك الطون هذا كيجي واعر بزاف، الطون ديال الاسقمري كيجي زوين بزاف وكيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كيكون من طبيعه الحال نفس ديك الوريقات ديال الغار وحبيبات ديال القزبر حبوب، كيجي منسم بزاف وكيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى لكم شهيه طيبه وفرجه ممتعه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.